زي ما وعدتكم في الحر ده بأمر الله مش هنقف كتير في المطبخ ولا نعمل وصفات كلها كتيرة وناخد وقت كتير قوي في المطبخ. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. جبت اول حاجة كده معايا مكرونة وبدأت ان انا اسلقها، بس مش بسلقها سوا كامل، بخليها كده تلات ارباع كده سوا. تمام، يعني يكون فيها عضة كده شوية. بعد كده كان عندي صدر فرخة كده صغنن مش عارفة اعمل بيه ايه، وطبعا ايه عايزين نعمل اكلة سريعة وتكون كمان مش مكلفة قوي. رحت قطعته وكترت بقى فلفل الوان وحطيت طماطم وحطيت كده فصين من الثوم، وحطيت البهارات معايا عبارة عن فلفل اسود وملح وتوم باودر وبصل باودر وكمان شوية من الكاري وشوية من الكركم. هنعمل النهاردة نجرسكو بس خفيفة قوي وسهلة ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. جبت كده كيلو وربع كده او كيلو ونص من اللبن على حسب الكمية اللي انت شايفاها بتشوفيها بعينيكي. حاسة ان هي الكمية كبيرة والبشاميل بتاعك قليل، انصحك ان انت تزودي اللبن وتزودي البشاميل بتاعك علشان يديكي قوام في الاخر حلو وجميل. جبت طبعا كل كوبايه من اللبن بتاخد معايا كوبايه معلقه من الدقيق، وبحط طبعا مكعبين من مرقه الدجاج، وكمان بحط قرفه، ومعايا كمان رشه من الفلفل الاسود وتوم باودر وبصل باودر. جربي التوم الباودر والبصل باودر في البشاميل بيبقى تحفه. بدات اخلط كده كويس قوي الفراخ المكعبات اللي مقطعاها بقى بالفلفل والبصل والثوم. تحفه يا جماعه والله ما شاء الله اللهم بارك. قلبتها كده بشويه بشاميل مع المكرونه كلهم كده ياخدوا من طعم بعض، وبعد كده حطيتها في الفرن. والبقى الايه الناس اللي ورايا مش قادرين يستنوا ولا يستحملوا ريحتها يا جماعه، والله في منتهى الجمال. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب اللهم امين. وكلها في صينيه واحده، ما اخدتش معايا اي وقت ولا وقفت كتير في الحر ده. عندك يا ست الكل شويه بقى من السلطه كده اعمليهم، عندك بقى طبق مخلل جميل حطيه بألف هنا وشفا. بقول لكم ايه والله العظيم طعمها في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم ما قعدتش وريحتها ما شاء الله، وسهله ولذيذه وجميله جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.